يا بهلي، مساء الخير والعافية على عيونكن يا غاليات. نبدأ الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. هاي بنات، بديت اليوم وياكم. قلت خليني أعجن، خابرني الوالد قال راح أجيكم. قلت خليني أقوم أعجن خبز حار وأسوي لهم عشاء. هاي بديت وياكم أعجن. خاف بناتك ويانا بنات واي بالقناة ما يعرفن يعجنن، ياخذ لهن شوية فكرة. بديت بنات، هو العجين سهل وطريقته سهلة، شوية خمرة وتبدي تعجنين بيه تعجنين بيه. بنات كل ما تعجنينه عجن زين يصير خبز تجي زينة وما ياخذ عندك وقت. هاي خاف تقولين مثلا هسه خاف تشوفين مثلا ملزق، هاي لا تخافين ما يلزق. انت ما تحطين له ملح عجينتك تصير تخبل، تبدي تعجنينه واذا عجينتك صلبة حطي لها مي، نقعيها بمي. هاي شوفي بديت اعجن وياكم بنات، ولا تنسوني باللايك والاشتراك فضلا وليس امرا. ان شاء الله تصعد قناتي، تكبر قناتي ان شاء الله بوجودكم. ايضا همتكم ان شاء الله الفيديوهات الجاية، وأي تعليق تكتبولي إن شاء الله أرد عليكم على التعليقات كلها. وشيروا قناتي لأحبابكم أصدقائكم، لا تقصرون وياي، أختكم من فضل. أيضا همتكم. هاي حبايبي بديت أعجن. أنا بديت أدولج. أكو ناس تقول أشنق، أكو ناس هسه أنا أدولج. أنتم شو تقولون مثلا؟ دولشون، الشنقون؟ اكتبولي بالتعليقات والله. أعتبر كل من وله اشتوى عائلته يا بنات. وياكم شوفي، لا تخافين لا يلزق ولا يخرب عجينك، يصير يخبل والله. بس كون تعجنينه عجن زين تصير خبزتك زينة بنات. وهاي بديت وياكم هنا. أنا قلت خليني أخبز خبزة أم السمسم، اشتهيت. حط زيت كثره وحط سمسم وابدو خبزيها. بعد هو خبزة والسمسم يصير كلش طيب. ها بنات شلون معدلة لو لا؟ هاي بنات قناتي لا أصنع بيها ولا هاي قناتي على البساطة والعدة أسويه. ما أقول لا عندي قناة ولازم أنزل هيك وأنزل هيك، لا والله بنات قناتي للبساطة وما أصنع بيها. إن شاء الله تعجبكم قناتي وفيديوهاتي، وأي شي عندكم سؤال أي شي كتبولي بالتعليقات، أنا أراقب تعليقاتكم كلها. هذا عشان البسيط ومتواضع، ألف الحمد لله والشكر على النعمة. اليوم هاي النعمة موجودة يا بنات، والله باكر ما موجودة. هنا بعد ورا كل بيت عراقي لازم قلاصنا مال الشاي. من يريد قلاص شاي أصب له رغم الجو بارد، أصب لكم قلاص شاي وياي. وأهلا وسهلا كل من دخل قناة جديد، أقول له أهلا وسهلا على راسي حبايب قلبي بنات. وهنا أبوي جاب لي طحين سياح، إذا حابين سياح أسيحلكم بالقناة أنزله. طريقة السياح سهلة، أنا أنزلها لكم بس اكتبولي بالتعليقات. وهنا أختي جابت لهاي الأكياس مال حفظ. إلى اللقاء، نلتقيكم بالفيديو القادم، ولا تنسوني باللايك والاشتراك.